رسميا نهاية موسم زراعة الجلبانة أو البازلاء، ولكن السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم الجلبانة أو البازلاء في آخر مراحل النمو، وإن شاء الله حنتكلم عن الحصاد وأهم المعاملات الزراعية اللي لازم تعملها للنبات في هذه المرحلة. طبعا مثل ما تكلمت في أول الفيديو إنه رسميا نهاية موسم زراعة الجلبانة أو البازلاء. طبعا هذا شكل الجلبانة اللي طبعا قمنا بزراعتها، وطبعا قمنا بحصادها 3 مرات، وطبعا مثل ما تلاحظوا في نموات مازال طبعا النمو مستمر بالشكل هذا طبعا في أغلب النباتات. طبعا رسميا انتهى موسم زراعة الجلبانة، فطبعا ممنوع أنك تزرع الجلبانة أو البازلاء مرة أخرى خلال هذا العام. ولكن طبعا بعد ما تقوم بالحصاد الأخير طبعا حتلاقي فيه نموات جديدة، ممكن طبعا تستحفظ على النبات، وممكن طبعا النبات يعاود ينمو من جديد. لاحظنا لكم بالشكل هذا. طبعا هذا مجموع زهري بعد ما قمنا طبعا بكامل الحصاد بالشكل هذا. طبعا في نموات بدأت تظهر على كامل النباتات، فطبعا لو اعتنيت بالنبات حتلاقي بداية ظهور نموات جديدة بالشكل هذا، وممكن طبعا النموات هذه تعطي مجموعة من إنتاج آخر، إنتاج جديد آخر طبعا بالشكل هذا. طبعا هذه الأفرع الجانبية. طبعا لازم أهم حاجة تعتني بالنبات حتى طبعا النبات يكون طبعا حتى النبات ينمو من جديد. وطبعا ممنوع أنك تقوم بإزالة الأفرع الجانبية، لأنه طبعا حتزيد من الإنتاج في المستقبل. وطبعا حتى تسرع ظهور الأفرع الجانبية لازم طبعا تسمد بالسماد الأزوتي حتى طبعا ينشط المجموع الورقي، وبالتالي النبات ينمو بسرعة. وإن شاء الله لما تطبق الخطوات هذه النبات حيعاود ينمو من جديد ويعطي إنتاج وحيزهر، وبالتالي نحافظ على النبات. طبعا تقريبا متبقي شهر واحد، وإن شاء الله حنقوم بإزالة كامل الجلبانة حتى طبعا نجهز للزراعات الصيفية طبعا منها الطماطم. وطبعا في نهاية الحلقة أتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى طبعا ما تقوموش بإزالة الأفرع الجانبية، وحاولوا أنك تهتموا بالنبات حتى طبعا النبات يعاود ينمو من جديد بالشكل هذا ويعطي طبعا إنتاج آخر طبعا بعد ما تقوم بالحصاد. حاضر منكم ما شاء الله.